السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده كده ان شاء الله تاني يوم رمضان. صورتلكوش كده اول فيديو بتاع اول يوم رمضان. عشان كنا فطرانين بره. فالنهارده كده الفيديو ده هنزل لكم النهارده تاني يوم رمضان، ده كان غدينا النهارده. طبعا احنا بقى ما فطرناش بره امبارح محشي ولا الكلام دوت. فايه قلت اعمله تاني يوم رمضان النهارده. في اول الفيديو كده زي ما انتم كنتوا شايفين، اول حاجه بليت بلح الاول. وحطيت عليه لبن وشلته كده في التلاجة. قلت ايه عشان يلحق قبل ما نيجي نفطر يكون ايه، طري شويه بس. وده كان قالب زبده كده معايا، قلت اما اقطعه احطه في العلبه عشان لما عاوز منه ايه يبقى سهل كده عليا اخد حته بحته. فهقطعه كده معاكم وبعد كده بقى ايه هشيله. وفطرنا كده النهارده بقى حبه محشي، انما ايه زي السكر. يلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا كده بصله مخرطاها، نزلت فيها في الحله وحطيت عليها حبه زيت وحته زبده. هشوحهم كده شويه بس، انا مش عايزاهم يتحمروا، انا هخليها بس ايه تصفر كده تدبل بس شويه بس. وهنا كان معايا بقى شفشق طماطم. نزلت بيها كده على البصله بتاعتي وهسيبهم يتسبكوا، وبعد ما يتسبكوا هنشوف هنعمل فيهم ايه. كان معايا هنا بقى طماطم مع 2 طماطم وبصلتين وفلفل وقرن فلفل. ومعايا ايه كام فص توم كده. التوم ده اللي هو لسه بتاعنا، اللي احنا لسه شارينه، اللي هو اللي لسه طالع. قطعتهم كده على بعضيهم وهنزل بيهم ايه في ارضيه الطاجن. معلش بقى ان انا مسرعه لكم الفيديو عشان ايه ما يطولش عليكم بس. فهنزل بيهم كده في ارضيه الطواجن بتاعتي. الخطوه دي يا جماعه بتدي طعم حلو قوي للمحشي، بتخلي المحشي طعمه مسكر. بس كده هنا كانت الصلصه بتاعتي كده بقى خلاص اتسبكت. هنا الصلصه دي انا كنت عاملاها يعني من قيمه يومين، فكان في حبه في التلاجة منهم. فهنزل هنا بيهم كده على بقيه الصلصه بتاعتي وهقلبهم كده واسيبهم يتسبكوا برضو تاني شويه مع بعضيهم. وبعد كده بقى هحط التوابل بتاعتي وهقول لكم على التوابل بتاعتي دلوقتي اللي هحطها ايه. والتوابل بتاعتي برضو هتلاقوها مكتوبه في الصندوق بتاع الوصف. خلاص كده الصلصه بتاعتي اتسبكت. بعرف بقى ازاي ان هي اتسبكت، بلاقي الصلصه الزيت بتاعي طلع على وش الصلصه بتاعتي كده من فوق. كده حطينا خلاص التوابل بتاعتنا. هنقلبهم كده مع بعضهم بقى شويه، وبعد كده ايه هنبدا ايه نحط الرز عليهم والخضر عليهم. التوابل بتاعتي بقى ايه، معايا نعناع وشطه وسبع بهارات ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ونص معلقه برضو صغيره من القرفه، ورشه ملح ورشه سكر. السكر حطيناه عشان خاطر ايه الحموضه. طب والقرفه حطيناها ليه؟ القرفه بتدي طعم حلو قوي يا جماعه، هي والنعناع مع المحشي. انا عامه بحبهم في الخلطه بتاعه المحشي يعني. بس يعني جبت حله كده كبيره لان الحله اللي كانت معايا صغيره. نزلت فيها بقى بالصلصه بتاعتي وشلت حبه كده في الطبق على جنب. وهنزل بيها بقى بالرز والخضره، اشوحهم كده مع بعضيهم شويه على البوتاجاز. وبعد كده بقى ايه، انا هنا كنت بوريكم بقول لكم بقى ايه بشوحهم شويه كده مع بعضيهم. حط عليهم كده حبه زيت، او عايزه تحط حته سمنه مش مشكله. وبعد كده بقى ايه هشيلهم من على البوتاجاز وهنقلهم في طبق وايه وهبدا احشي بقى. هنا جبت بقى مفرش كده هو عشان احطه على الرخامه عشان ابدا احشي عليه. هنعمل بقى محشي النهارده ايه، هنعمل كده هنطلع بقى كده رصتين من الكرنب وحبه صغيرين من ورق العنب بتاع 3 رصات كده ولا حاجه وبس. ومعانا نص كيلو بتنجان، وكيلو الا ربع من الكوسه، ومعانا بتاع ربع كيلو من الفلفل. بس هو ده المحشي بتاعنا النهارده. الخلطه بتاعتنا كده بقى خلاص خلصت، فضيتها في الطبق زي ما قلت لكم. وهجيب ايه حبه خضره احطهم في ارضيه الطاجن كده معايا. هبدا بقى ايه احشي. يعني هنا كنت عايزه اعمل ورق العنب. شفت اللفه بتاعته اللي هي بتبقى عامله زي اللفه بتاعته اللي هي بتبقى ايه عامله زي السمبوسه كده اللي بتبقى واخده شكل المثلث. بنتي قالت لي لا يا ماما ما تعمليش اللفه دي، احنا بنحب اللفه اللي هي التانية العاديه. ما تقعديش تخترعي لنا يا ماما، احنا بنحب اللفه دي. فرحت عملت لهم بقى ايه اللفه العاديه. قلت لهم يلا انتوا الخسرانين. بس كده هبدا بقى الف المحشي معاكم. هلف كده اهوت ورقتين 3 كده، وبعد كده ايه هقفل الكاميرا وهلف انا بقى مع نفسي الطاجن بتاعي شكله بعد ما خلصت بقى ايه لف ورق العنب. هنا كده كنت خلاص بقى خلصت لف الطاجن بتاعي. هقطع بقى عليه ليمون كده عشان ايه يعني طعمه بيبقى مزز. ورق العنب لما طعمه بيبقى مزز بيبقى طعمه حلو قوي.
بس وبعد كده بقى هحشي بقى الكرنب بتاعي، هوريكم كده ايه ورقتين كده بعد ما احشيهم، هحشيهم ولا ايه، وبعد كده برضو هلف مع نفسي. بصوا بجيب الورقه كده بفردها على ايديا واحط فيها حبه رز، بحطش فيها رز كتير، حبه صغيرين خالص، وابدا الفها كده زي ما انتم شايفين. اعمل معاكم واحده تانية اهي، حبه رز، وابدا الف كده فيها الكرنبايه، الورقه بتاعت الكرنب، وخلاص على كده احطها في الطاجن بتاعي. وكده بقى خلاص خلصنا. وكده هنا انا لفيت الكرنب بتاعي. معايا هنا بقى نص كيلو من البتنجان زي ما قلت لكم، وربع كيلو من الفلفل، كل الا ربع من الكوسه. هقورهم كده معاكم. هجيب الكوسيه كده اهوت ايه، اقطعها كده البوز بتاعها من فوق، والحته اللي هي بتبقى ايه في الكوسه في الاخر دي هشيلها، واجيب كده المقوار بتاعي اقوره، وبعد كده ايه هشرشرها. بس كده بقى. وريتكم ده كوسيه بتتقور، وهعمل اعمل برضو واحده فلفل معاكم وواحده بتنجان معاكم، واروح برضو ايه انا اقور مع نفسي بقى. بعد ما اخلصهم بقى تقوير، هغسلهم كده بحبه خل وحبه ملح، وخلاص على كده بس. واشطفهم كويس قوي من الخل والملح، وبعد كده هركنهم بقى وايه، اخلصهم بقى، وبعد كده زي ما قلت لكم اروح اشيهم. بس كده انا كده كنت خلصت بقى الكرنب بتاعي والورق العنب بتاعي. الفرخه بتاعتي كانت اتسلقت خلاص. هروح ايه اسقي الطاجن بتاعتي، وهبدا ايه ادخلها الفرن. بس هنا سقيت كده الكرنب بتاعي. بصي الكرنب ده عشان في الفريزر، فايه ما تغطوهوش بالميه، يعني خلي الميه ايه اقل شويه. يعني بصي ما تغطوهوش، يعني تخلي الميه كده اقل من الايه من التغطيه بتاعته من فوق شويه. بس كده هنحط هنا بقى حته زبده. احنا سقينا الطاجن بتاعنا بتاع ورق العنب وايه والكرنب، حبه صلصه كده على الوش، وحته زبده هنا وحته زبده هنا، وهنغطيهم بقى بورق الزبده، وبعد كده ورق الفويل وايه، وهندخلهم ايه الفرن. لما يطلعوا بقى من الفرن هوريكم بقى شكل الايه الاكل بتاعنا كان النهارده كان عامل ازاي. ويعملنا بقى زي ما قلت لكم بلح باللبن، وبنتي دخلت بقى المطبخ اتشطرت وعملت صوبيا ما شاء الله عليها يعني. وبس كده خلاص. ودوت كان فطارنا النهارده. ويبقى الف هنا وشفا يا رب على اللي كان اي حاجه. ولو وصلت لغايه هنا ولسه بتتفرج عليا، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. تعالوا بقى شوفوا فطارنا النهارده. ده كان قبل ما المغرب يبدا ب5 دقايق بالظبط. جهزنا كده الاكل بتاعنا، ورصيناه ورق العنب، وعصرنا بقى عليه كده عصرة ليمونة صغيرة، وقطعنا عليه ليمون من فوق. وادي بقى البتنجان والكوسة والفلفل بتوعنا استووا، والكرنب بتاعنا استوت ما شاء الله. كانت ريحته ما شاء الله والله العظيم، من يعني مش لازم ان انا احلف. ريحته كانت جايبه، مش عايزه اقول لكم، كانت قلبه الشقه كلها عندي. وده كان فطارنا النهارده بألف هنا وشفا يا رب على اللي كان اي حاجه. وعملنا حبه لسان عصفور جنبهم، وادي المخلل بتاعنا والصوبيا زي ما قلت لكم. اشوفكم في فيديو جديد بقى، بحبكم في الله، اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.